عظيم سلام للمنتخب المغربي. المنتخب أيوة. المنتخب المغربي الصراحة نموذج يحتذى به لكل المنتخبات العربية. المفروض هذا الكتاب يدرس لكل المنتخبات. لابد أن كل المنتخبات العربية تأخذ المنتخب المغربي مفخرة لكل عربي، هذا المنتخب وهذه عناصره، واللي خطط والاتحاد السعودي عليه أن يأخذ هذا الدرس اللي حصل مع منتخب المغرب اليوم. فبالتالي أعتقد هذه النقطة أنك أنت تفوز على المنتخب الإسباني اللي هو يعتبر رافد للمواهب الكروية في أوروبا على مستوى أوروبا. اليوم تتكلم أن إسبانيا تتصدر المشهد، ما أقول أنا هالكلام، شوف الدوري الإسباني. فبالتالي أعتقد المنتخب هذا يجب أن يتم التعامل معه بشكل مناسب حتى يتم تحويله مستقبلا للمنتخب الأول. هذا ما يميز الجامعة الملكية في الاتحاد المغربي والسيد فوزي الأخجع، اللي اليوم يمكن المدرب المغربي في جميع خطوط المنتخبات الوطنية. خريج أكاديمية محمد السادس، أعتقد لعب في اتحاد تواركا حسب معلوماتي، ولكن سجلت في كن ياسر الزبيري. طبعا الاسر بتعتبر ولادهم مشروع يعني، اكيد، فبيقفوا معاهم، ودي مش غريبه على المغرب. شفنا ام اشرف حكيمي والدته ازاي بتسنده في كل الاماكن، ازاي بتروح وياه، ازاي دايما بتبقى معاه. دور الام والاسره المغربيه موجوده عبد الله في اوروبا، بيخلوهم وراهم لغايه هم متفوقين في الرياضه ومتفوقين في الفن. أكيد. شعب جميل، شعب كل حياته عباره عن فن ورياضه. فالناس دي مع حب الكرة بجنون. بتشوف لما بتشوف ماتش للرجاء والوداد، بتشوف مباراة تانية في بره الملعب. فالكلام ده كله بينعكس على الأجيال اللي طالعة، اللي هي بتخلي دايما المغرب على منصات التتويج. نعم. يا أخي الغريب اللي ما تلاقيه تحت 16 تحت 18 تحت 20 تواصل الأجيال. نعم. مواهب مع اللي هي الأكاديمية بتاعت محمد السادس. ولا تنسى كابتن إكرامي دور العائلة ودور العائلة هي الموجودة هذه. صحيح. انهم يغرزون فيهم حب الوطن الاساسي اللي هو حب المغرب. يعني نحن دائما نشوف